لكاب الفرنسية. سيد قذافي، أولا أهلا بك معنا. ثانيا صحيفتك لكاب يبدو الصوت غير واصل. يعني صحيفتك لكاب هي المتهمة بإشعال نار الفتيل في معسكر المنتخب الفرنسي، لأنها هي من سرب المقولة التي قالها إنيلكا لدومينيك: اذهب إلى الجحيم يا ابن العاهرة. كان عنوان رئيسي في الصحيفة. Ça, c'est la première question. Maintenant, je réponds. Oui, oui, allez-y. Donc, très bien. Oui, alors là, je vous montre la une de l'équipe. أظهر لكم ما نشرته صحيفة ليكيب. Voilà, le journal de samedi. عدد يوم السبت. Le scandale. وهو الذي يقف وراء هذه الضجة. نعم. Les problèmes de l'équipe de France viennent. ولكن لا يجب أن نعتقد أن مشكلة المنتخب الفرنسي تأتي من صحيفة ليكيب، بل إن هذه المشاكل تأتي من المنتخب نفسه. ليكيب الصحيفة لم تنشر إلا ما وقع، وما لا يصدق هو أن الاتحاد الفرنسي والناخب الفرنسي انتظر أن تنشر الصحيفة ليكيب ما نشرته لإبعاد أنيلكا. والمعتاد أن في أي فريق عندما يسب ويقذف اللاعب الناخب فإنه يبعد. نعم نعم نعم. طيب، يعني كل المدربين الفرنسيين قالوا إذا كان هناك لاعب يسبني فإنني سأطرده. لا يمكننا القول إذن بأن صحيفة ليكيب هي التي أثارت متاعب المنتخب الفرنسي. صحيفة ليكيب تقوم بعملها. طيب سيد قذافي، أرجو أن تبقى معي. سيد قذافي، نعم. المنتخب الفرنسي يلعب بشكل سيء. نعم. طيب سيد قذافي، هناك اتهام أيضا بأنه روبرت محضر أو ممرن اللياقة، مدرب اللياقة، هو من سرب الاجتماع الساخن لكاب الفرنسية، لذلك حدثت اليوم بينه وبين إيفرا مدرب المنتخب مشادة. هل هذا صحيح؟ Non, 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 non. Alors لا ليس هذا صحيحا. Il y a quelques minutes, l'interview sur la première chaîne de télévision française. قبل قليل في لقاء مع القناة الفرنسية الأولى للمدير الرياضي. Le clash, la dispute cet après-midi avec Patrice Evra qui est le capitaine de l'équipe de France. أن التوتر مع إيفرا voulait faire l'entraînement. لأنه المدرب الرياضي المدير الرياضي كان يريد التدريب واللاعب لم يكن يريد التدريب. دuverne هو الذي أو مدرب المنتخب الفرنسي نفى أن يكون دuverne خان اللاعبين وأعطى المعلومات. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. وليس هناك مشكلة على هذا المستوى كما قال. Le fait que Nicolas Anelka ait été exclu de l'équipe de France sans discussion. وكان يتحفظ على إبعاد أنيلكا بشكل نهائي وبدون نقاش. نعم نعم. جميل. سيد قذافي، أخيرا، يعني الأنباء تقول بأن رئيس ساركوزي أيضا تدخل في القضية، طلب من وزيرة الشباب والرياضة أن تجتمع بالمنتخب، أن تنهي كل هذا الجدل والانقسام داخل المنتخب الفرنسي. هل هذا صحيح؟ يعني من مصادرك الخاصة، قربك من الموقع الحدث من المنتخب الفرنسي؟ Alors, ce qui est vrai, c'est que ما هو صحيح هو أن رئيس الجمهورية أعلن أن ما وقع هو فضيحة، بمعنى أن يسب لاعب الناخب، لأن اللاعبين هم قدوة لكثير من الناس، لكثير من الأطفال،
ولهذا لا يمكن قبول أن يسب لاعب مدربا. جميل. لأنه قد نرى بعد ذلك أن يسب التلاميذ أساتذتهم وأن نسب من هو أكبر منا وفي السلطات وغيرها. جميل. لهذا على اللاعبين واجب أن يكونوا في مستوى القدوة. والأناس أو الناس الذين لا يحترمون القواعد إزاء الآخرين فهذا مثال سيء. ونيكولا ساركوزي قال إنه من غير المقبول أن يكون لاعب أو يقوم بما قام به أنيلكا. نعم، شكرا جزيلا جوزيف باري الصحفي في ليكيب الفرنسية. شكرا جزيلا. المعلق في صحيفة ليكيب التي قيل بأنها سبب في ما نشرته ما أشعل فتيل الأزمة في المعسكر الفرنسي.